السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب العالمين. النجاح اساسا اوله هو الاهتمام بالنفس. اول حاجة عشان تنجح في حياتك اللي انت عايز تنجح في شغلك بقى، في حياتك، في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع زوجك، في علاقتك مع الناس اللي حواليكي، مع اهلك، في اي حاجة عايزة تنجحي فيها. اول حاجة لازم تبدأي بنفسك، تبدأي ان انتي تغيري من نفسك، تبدأي تطهري قلبك. تلاحظي انتي لازم تقعدي مع نفسك كده وتفكري. طب اغسل قلبك الاول عشان تقدري تنجحي، لازم تبدأي من نفسك. فتبدأي بعبادتك مع ربنا. الواحد لما بيبقى قلبه سليم كده، قلبه ما فيهوش اي مرض من امراض القلوب، قلبه حلو كده وما بيشغلش باله بحياة الناس ومركز في حياته ومش عايز يعيش كده في هدوء وسلام. ومركز دايما في ايمانه ومركز دايما في عباداته بالله، وبيعمل اي حاجه لوجه الله، ما بيهتمش بقى مين هيقول عليه ايه ولا مين هيعمل ايه ولا لا، بيبقى مركز مع نفسه كده وعايش مع نفسه. بحس ان ربنا كده بيبقى بيخلي قلبه كده في حاجه اسمها منبه الايمان، انا بسميها منبه الايمان. يعني بيبقى عنده احساس دايما بالحاجه، لا الحاجه اللي انا هعملها دي بيقيسها كده حلال ولا حرام، او الحاجه اللي انا هعملها دي ونفسي فيها او لا دي حرام مش هعملها عشان خاطر ربنا. بيبقى عارف من نفسه يوجه نفسه ازاي، بيبقى عنده ما عندوش الغفله اللي هي الموت على الدنيا، اللي انا كل حاجه في الدنيا انا عايز فلوس وعايز عربيات وعايز لبس وعايز كل حاجه في الدنيا. لا بيبقى ما عندوش الحته دي، هو عنده بس انا راضي باي حاجه بسيطه كده، بس ابقى مرتاح، ابقى مبسوط في حياتي، ابدا لا الحمد لله اكل وشرب النهارده عندي فالحمد لله انا كده تمام. او حتى ما عنديش فالحمد لله برضو يا رب. احنا لازم نعيش ايام صعبه وايام حلوه عشان نحس بغير ده. تحس قلبه كده نضيف جميل، بيبقى عنده كده حته ايه، منبه في قلبه لما يجي يعمل حاجه غلط. لا انا مش هعمل الحاجه دي حرام، الحاجه دي هتزعل ربنا مني. او حتى لما بيغلط ويعمل حاجه وغلط وبعد كده يكتشف الحاجه اللي هو عملها غلط فبيصلح. حتى لو عمل حاجه غلط تلاقيه ايه بيرجع للغلط ده. يعني لو مشى في طريق مثلا حاسس لا الطريق ده هيبقى اخرته وعشان الطريق ده مش هيرضي ربنا، تلاقيه راجع تاني عن طريقه تاني الصح اللي هو كان فيه او عن النقطه اللي هو كان واقف فيها، بس عشان خاطر يرضي ربنا وعشان خاطر انا بعمل كده ليك يا رب. يعني مش عايز اي حاجه من حد، انا بس بعمل ما يهموش بقى شكله ايه ولا لا انا شكلي ايه. لما ارجع في قرار تاني انا خدته، لا القرار اللي انت خدته ده لو غلط ارجع فيه. القرار اللي انت خدته ده لو هيزعل ربنا ارجع فيه عادي. فانت المفروض قبل ما تاخد اي قرار بتقيس الحاجه دي حلال ولا حرام. مثلا ما خدتش بالك او اهتميت بالدنيا ونسيت الاخره وخدت القرار غلط، لا ارجع فيه تاني. ربنا مستنيك تتوب، ربنا مستنيك ترجع له تاني. فدايما عشان ننجح في حياتنا، عشان تنجحي في علاقتك مع جوزك، تنجحي في علاقتك مع اهلك، تنجحي في علاقتك مع كل اللي حواليكي، لازم تبداي بنفسك، اللي انت تغيري من نفسك، لازم تبداي اللي انت تطهري قلبك. عندك اي مشكله من امراض القلوب، بتتكلمي عن حد، بتتكلمي على حد، بتغلطي في حد، لا لازم تغيري من كل ده وتبداي ايه صفحه جديده مع نفسك. الواحد لما بيبقى مهتم جدا بتغيير نفسه، مهتم جدا ان هو يرضي ربنا، بيقدر ينجح في حياته. دي اول حاجة عشان تقدر تنجح في حياتك. فلو وصلت معايا لحد دلوقتي يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، لان انا اكتشفت ان في ناس كتير قوي بتتفرج على الفيديو بس مش بتشترك. فعشان تقدر تشوف الفيديوهات ان شاء الله والسلسله اللي هنعملها لازم ايه تشترك في القناه. وشكرا.